السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم طليت عليكم، إن شاء الله نلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة ومتهنيين يا رب. راح نشارك معاكم وصفة تاع صابلي كوكياج. يولم أفراحكم مناسباتكم. أنا هنا درت كمية قليلة، واللي تحب كمية كبيرة ما عليها كان ضعف المقادير. راح نبداو في الوصفة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي 125 جرام تاع مرقارين، ضفت لهم حبة تاع بيض ورشة تاع ملح، ضفت عليهم عسل كراميل. راح نخلط بالضرب الكهربائي، وبعدها راح نضيف 2 ملاعق كبار، واللي يحب تضيف 3 تاع سكر ناعم، ونغربلهم بنتفادى وجود الحبيبات. وبعدها نكمل بالخلاط الكهربائي. كنت ضفت قبلها 2 ملاعق كبار تاع نشا، وبعدها راح نخلط بالضرب الكهربائي حتى نتحصلوا على كريمه. ودركا راح نضيف الفارينة. عندي الكاس الاول نغربلو، ودركا راح نكمل نخلط بيدي، ما نستعملش الخلاط. هنا عندي ملعقة صغيرة ضفت لها خميرة قليلا فقط، ما عمرتش الملعقة. وهنا راح نجمع العجينة بلا ما ندلك وبلا ما نعجن، بأطراف الأصابع فقط. وبعدها نكمل نضيف الفارينة بالتدريج حتى نحصلوا على العجينة تاع الصابلي ما تكونش شايحة. وبعدها نحطوا العجينة في كيس. وهنا راني شعلت الفرن على درجة 170. راح نشكل الحبات بالشكل هذا في المول. بعدها راح نثقبهم فرشيطة أو بهالطريقة هذه بالعود. راح نكمل باقي الحبات ندخلهم الفرن. هنا بعد ما طابوا راح يتنحوا معاكم بسهولة. ودركا راح نحشيهم. استعملت كريمة الزبدة، كنت حضرتها معاكم من قبل في وصفة من قبل. راح نحط الطريقة هذه، ندور على الحبة ونخلي الوسط فارغ. راح ندير كامل الحبات كما هكا. وبعدها راح نجيب الكراميل وراح نحط في الوسط. واللي تحب تستعمل شوكولاتة الطلي تستعمل. انا هنا درت كراميل، وهنا كان الجو بارد. وراح نغلق درك الحبات. بالطريقة هذه نمسح الجوانب الزوائد هذيك. هنا راح نكمل نغلق معاكم الحبة الثانية هكذا. وبعدها نروح لمرحلة الجلاصاج، نطليو الحبات من فوق
هنا كانت عندي كمية تاع بندق شريتها ب20,000، 200 دينار. هنا حطيت شوكولا بيضاء على حمام مائي، وبعدها ضفت لها الزيت، راح نطلي الحبة، ضفت لها بندق مرحي، هنا مرحي خشن، كسرته بيدي فقط. وهنا نجيب الحبة هكذا، ونحط الشوكولا من فوق. هنا طليتها بشوكولا بيضاء وحدها، وبعدها راح نضيف شوكولا سوداء للحبات الاخرين. غيرت في اللون بعدها، وهنا غيرت اللون. نتوما خيروا اللون اللي حبيتوها لون ابيض ولا اللون هذا. وهنا راح نزين بالبندق، واللي يحب تضيف من الداخل مع الحشو تضيف، انا حطيته تزيين فقط. وهنا كملت زينته بالورق هذاك ذهبي. وهذه هي النتيجة تاع وصفتنا تاع نهار اليوم. شكله جميل جدا ويوالي مناسباتكم وأفراحكم وفي الأعياد كذلك. شوفوا الحبة كيفاه جات. نشكركم بزاف على دعمكم وعلى المشاهدة وعلى تعليقاتكم المشجعة. تبقوا على خير ومع ألف ألف سلامة.